بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا وسهلا بحضراتكم. إزيكم النهاردة؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وراحة بال. النهاردة إحنا مش بس بنعرض صور أو بنحكي قصص، إحنا بنحطكم في لحظة حقيقية، لحظة كلنا هنعدي بيها مهما كانت الشهرة والفلوس أو الجمال. يا ريت لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو أنت من المتابعين الدائمين دوس لايك علشان ننشر الفيديو ونعرف إن حضرتك معانا. النجومية مش دايما ولا الفلوس دايما، ومش بتحمينا من المرض ولا الجمال بيخلينا نفضل شباب. في اللحظات الأخيرة الكل بيتساوى. النهارده هنشوف صور لفنانين كانوا نجوم فوق العادة، بس لما جه وقت الرحيل المرض غير ملامحهم، وكأنهم الحياة قررت تديهم آخر مشهد بس من نوع تاني خالص. خلونا نبدأ الرحلة دي صورة ورا التانية ونسأل نفسنا في كل صورة: يا ترى أنا مستعد للحظة دي؟ يا ترى أنا فاكر إن الدنيا هتفضل على طول كده معايا وجايالي؟ هنبدأ بالفنان محمد شرف، الفنان الراجل اللي كان كل ما يطلع على الشاشة يسرق الضحكة مننا. في آخر أيامه وشه اتغير وجسمه بقى خاسس جدا والعينين فيها ألم. صوته كان واطي جدا كأنه بينادي على الرحمة، ومحدش صدق إن ده محمد شرف اللي كان دايما مليان حياة. وهنروح دلوقتي للفنان الكبير خالد صالح، واحد من أنظف الممثلين في الأداء. كان قلبه تعب واستسلم للعمليات، لكن المرض سبق الكل. صورته الأخيرة كانت موجعة، الوش ضعيف جدا، الشفايف باهتة، والنظرة فيها استسلام غريب. الفنان الكبير محمد كمال المصري والشهير بشرف أنطح، طبعا كلنا فاكرين خفة دمه، اتحول لسكوت طويل على سرير المرض. اللي شاف صورته الأخيرة حس قد إيه الحياة بتتغير في غمضة عين. الفنان الله يرحمه طلعت زين، الصوت المميز والشعر الطويل والابتسامة اللي ما كانتش بتفارق وشه، لكن في الصورة الأخيرة ملامحه كانت متغيرة تماما وتعبه كان واضح زي الشمس. هنروح لشيخ الملحنين الله يرحمه الموسيقار حلمي بكر، اللي محدش كان يقدر يقاطعه في كلام، بس في النهاية سكت. وصورته قبل الوفاة وبعدها بدقايق كانت صدمة للجمهور. هنروح بعد كده لكمال الشناوي، كانوا بيقولوا عليه دون جوان الشاشة، وكان ماشي على خط رفيع بين الوسامة والهيبة، لكن لما جه وقت الرحيل وشه اختفى جواه وبقت الملامح منهكة تماما. هنيجي عند مفجر الكوميديا عبد الفتاح القصري، الراجل اللي فقد نظره فجأة على المسرح وبعدها الدنيا كلها اتطفت قدامه، ومات وهو مكسور وبعيد عن الناس اللي حبته. هنروح لشعبان عبد الرحيم، هذا الرجل البسيط اللي كان بيقرب للناس، لكن لما المرض ضرب جسمه ما استحملش، وصورته كانت مختلفة تماما عن شعبولة اللي اتعودنا عليه. أما الفنان الكبير عبد السلام النابلسي دايما كان خفيف، دايما كان بيضحك، بس صورته بعد الوفاة مباشرة كانت مختلفة وكانت باردة وساكنة بطريقة غريبة. أما عم رياض الأصابجي شويش عطية، الراجل الجدع اللي الناس كانت بتحبه، بس المرض دخل جسمه وسابه عاجز ومات فقير جدا ووحيد. الفنانة صباح الله يرحمها اللي كانت بتغني للحياة
صورتها وهي على السرير كانت مليانة وجع. الست اللي كانت بتتنطط على المسرح بقت مش قادرة تفتح عينيها. هنروح لعلي الكسار اللي كان دايما بيضحك بصوت عالي، لكن النهاية كانت هادية وصورته مؤثرة جدا. مديحة يسري سيدة الشاشة العربية، المرض غير ملامحها تماما وخلاها واحدة تانية، بس كانت مبتسمة وكانت مستعدة للرحيل. الفنانة سعاد حسني اللي ماتت في ظروف غامضة، لكن الصور اللي طلعت بعدها كانت مكسورة حزينة. سندريلا راحت وسابت حكاية مفتوحة. هنروح للنمر الأسود اللي تحدى المرض بكرامة، الفنان أحمد زكي، لكن السرطان انتصر عليه في الآخر، والصورة الأخيرة كانت دراما صامتة. الفنان الكبير المنتصر بالله الله يرحمه اللي كان ضحوك، بس في الآخر المرض خد الضحكة وسابه. وعمنا الفنان التقي اللي كان بيصلي الفرد بفرده، واللي طلعت عليه إشاعات كتير، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. الراجل الأنيق دايما حتى في مرضه، لكن صوره قبل وفاته كانت موجعة جدا جدا. سيد زيان اللي صارع السنين وانتقل من مستشفى للتانية كان جسمه بيصرخ بصمت. هننتقل بعد كده الفنان فؤاد خليل اللي رجع للأضواء بصورة حزينة، وصورته قبل الوفاة كانت أصعب من أي دور مثله. وهنا هنقف وقفة مع عم يونس شلبي الطفل الكبير اللي كان بيضحك من غير ما يتكلم، بس بالآخر ما كانش قادر يفتح عينه. أما عم سعيد صالح اللي عاش ومات بسيط، صورته الأخيرة كانت بتقول أنا تعبت بس راضي بقضاء ربنا. وبعد كده الفنان حسن فايق اللي المرض خد منه كل حاجة، حتى يعني نطقه وصوته، وسابه عاجز قدام المايك. هنروح لعبد الحليم حافظ العندليب الأسمر اللي مات وهو لسه شباب، ومرضه كان رفيقه طول العمر، لكن صورته الأخيرة كانت وجيعة على القلوب. وديع الصافي صوت الجبل اللي اتكسر في الآخر وساب صورة توجع القلوب. وبعد كده إسماعيل ياسين اللي خلانا نضحك سنين، ومات وهو مديون، ومات وهو مكسور، وصورته الأخيرة كانت ختام موجع لحكاية كبيرة. كل الصور دي مش مجرد لقطات يا جماعة، دي دروس بتفكرنا إن الجمال بيفنى، والصحة بتروح، والشهرة ما بتدومش ولا بتحمي حد. لو الفيديو ده حرك فيك حاجة ادعي لهم بالرحمة والمغفرة، وسيب كومنت باسم فنان منهم تحبه وتفتكره. وما تنساش تشارك الفيديو مع اللي بتحبهم. الحياة قصيرة والرحيل قريب، خلي بالك من قلبك واعمل خير، علشان اللي هيبقى لك بعد ما صورتك تبقى آخر حاجة يشوفها الناس هو عملك الصالح. شكرا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معكم الناقد الصحفي طارق السلموني.